السلام عليكم، ازيكم يا اخواتي؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده معانا الجزء العاشر من حكاية تيا لانج ملك الجحيم. واهم حاجة لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد، ودعمنا باللايك والاشتراك في القناة دعما لنا لنستمر في نشر المزيد. ويلا بينا بقى نكمل الحكاية. وهنا بيتفاجئ السيد وي من قوة شيان المذهلة، كما لو أن أسرار الطبيعة في يده تم عكسها. وأنا وي تشينج أتعهد للسماء أنه يمكنني الإساءة لأي شخص حتى الملك، ولكني لن أستفز كو تشينج أبدا. ونرجع بقى لشيان، وبيدخل شيان الغرفة الغامضة، وهنا بيلاقي قدامه بئر، وبيقول نفسه إن هذا البئر يشكل أساس هذا الكهف بأكمله، وأكيد ده عين الكهف. وبيقرب شيان لأخذ الكريستالة، ولكنه بيشعر بشيء غريب وبيتراجع بسرعة، وبيقول لنفسه إن هذا الشيء يكثف شيئا ما، وهو غير مستقر الآن، وأي لمسة صغيرة ستؤدي إلى انفجاره. وفقط ما الذي يوجد بداخل عين الكهف، ويبدو أنه له علاقة بكريستالة الجليد. ونرجع لخارج الغرفة، وبيقول الراهب للجميع إن كو تشينج صعب إرضائه، ولقد أخذ منكم القطع وأعطاكم بعض الفتات، وإنه بيعطيكم بعض الوجه، وقال أن لا تأخذوا الأمر بعصبية وغادروا المكان. وهنا بيظهر مورونج وجماعته، وبيقول هو ايه اللي بيحصل هنا، وبيشوف ان شيان داخل الغرفة الغامضة. وهنا السيدة بتاخد تشينو على وشك المغادرة، ولكن بيقول لها دانكي انت فعلا هتغادري؟ بتقول له ان كوتشينج قوي جدا، وهل تريد ان تموت هنا بدلا من ذلك؟ بيقول لها لسنا متأكدين من ذلك، وأنا استخدمت وعي الروحي وهناك أشياء جيدة بالداخل. وبالإضافة إلى ذلك مورونج هنا، وقد لا نكون بخصوم له، ولكن مورونج وتشينج لسه هنا. بتقول له السيدة انت ناوي انك تسرقه ولا تريد ان تعيش بعد الآن؟ بس بيقول لها انها اساءت فهمه، ومن الطبيعي ان نقاتل من اجل الفوائد والمكاسب، واريد ان ادعوك للتنافس معي على هذه المكاسب. وبيعطيها بعض الاجزاء، وبيسعى مورونج لسرقة شيان، وبيؤمر رجاله بالقضاء عليه، وبيهجموا عليه بتشكيلة السيف ذو الوجوه التمانية. وكمان مورونج بيهجم عليه، ولكن بيقول لهم شياء أغبياء لا تريدون العيش بعد الآن، وبيخلص عليهم شيان بكل سهولة، وبيقول لهم اغلبوا عن وجهي. وبيهجم على الجميع وبيحدفهم بعيد، وبيتعرض الجميع لهزيمة ساحقة. وبيتفاجئ الشيخ من ده قائل إن أولئك هم الأسد التمانية ذو الجرم السماوي الذهبي، مع تشكيلة السيف ذو الوجوه التمانية تم تدميرهم بضربة واحدة. وبيقول مورونج إن هم مجموعة من الأغبياء ولم يتحملوا حتى ضربة واحدة. وفجأة شيان بيظهر خلفه وبيهجم عليه بسرعة كبيرة قائل ما الفائدة من الزراعة عندما لا تريد حتى أن تكون شخصا حيا؟ إما أن تغرب عن وجهي أو أظهر كل ما لديك. وهنا بينهض مورونج وبيقول له هوريك ذلك بما انك تريد رؤية سلالة دمي. وهنا بيستعمل قوته وبيحول جميع الاموات لزومبي، وبيتفاجئ الجميع من قوته الشريرة. وبيقول له شيان لم اكن اعتقد انه بعد الكارثة هتصحى جميع الكائنات الحية من سباتها حتى المخلوقات القديمة زي الزومبي. وبيقول له بكل فخر شكلك تعرف عن دم النبيل. بيقول له دم نبيل؟ الزومبي هم أدنى الوحوش، وخاصة عندما تكون زومبي تخلى عن روحه ليصبح ميت حي، ولا يمكن حتى مقارنتك بالأشباح. وهنا بيغضب مورونج من كلامه وبيهجم عليه، ولكنه بيمسكه من رقبته وبيهجم عليه وبيحدفه بعيد. وهنا الزومبي بيهجموا على بطلنا، ولكنه بيخلص عليهم في لمح البصر. وهنا بينهض مورونج قائل لدي جسم خالد ولا يمكنك قتلي، لا يمكنك قتلي. بس بيقول له مجرد شخص ميت حي يجرؤ على التباهي امامي انه لا يموت. وهنا بيهجم شيان عليه وبيقول له سأقدم لك معروف بما انك تتمنى ان تكون شخصا ميتا. وبيخلص عليه شيان وبيترعب الجميع من ده، وبيقرر الراهب ان هو يفلت بجلده وبيغادر بسرعة. وهنا بتسأل آنسة السيد وي عن سلالة الدم الخاصة بمورونج. بيقول لها لا استطيع القول انها سلالة، وايضا لا استطيع ان اقول انه زومبي، وانه مجرد نوع متعطش للدماء، وفي سجلات عنهم في الكتب القديمة، وعادة ما يطلق عليهم بالموتى الاحياء. بتقول له الموتى الاحياء، وبتقول لنفسها انها سمعت قبل كده عن ده، ويقال انهم في العصور القديمة استخدموا طريقة شريرة لجعل المرء يتخلى عن روحه لزراعة نوع خاص من الطاقة ليصبح ميت حي. ومتى اصبح مورونج ميت حي؟ وإذا كان هو كده فإن ولده كذلك. بس بيقول لها إنها مسألة معقدة، وتظاهري فقط أنك لا تعرفي، وأيضا لا تقولي أي شيء لأي حد مهما كان حتى لو كان والدك. بتقول له طب ليه؟
وهل السبب هو كو تشينج؟ ولكن لو ما قلتش غيري هيقول. بيقول لها ان دي مشكلتهم ولا يجب عليك قول اي شيء. وهنا بيستعمل قوته وبيكتشف ان هناك فخ، وبيستعمل قوته لفك الفخ، وبيخرج شيء وفجأة بيهتز المكان وبيغادره بسرعة. وبيقول لنفسه ان كو تشينج امتص كل هالة الين، وعين الكهف اصبحت فارغة تماما، وانه يحمل اساس هذا الكهف. وبعد أن أصبح فارغا فإن الكهف بأكمله سينهار، وبيكون في كو في انتظار بطلنا، ولكنه ما يعرفش إن بطلنا هو اللي في انتظاره. وبيقول له إلى ماذا تنظر؟ وهيا بنا لنذهب. وهنا بيتفاجئ في كوي وبيقول له سيدي متى وصلت؟ بيقول له لسه واصل دلوقتي. وهيا بنا لنذهب. بيقول له في كوي إلى أين سنذهب؟ بيقول له إن الأمر كان صعب عليه إنه يفضل في الداخل لمدة نص يوم، وابحث عن مكان الراحة فيه ليومين. وبينطلقوا على فيلا تشيك سياو، وبيخرج شيال الكريستالة، وبيقول لنفسه ان الشيء اللي بداخله مثير للاهتمام. وهنا بيستعمل قوته وبيلاقي انها في الواقع تم ختمها بختم تخثر الدم. وبيقول لنفسه ان قوته الحالية لا يمكنه فك الختم، بالاضافة الى ان التقنية المستخدمة هي نفسها الفخاخ داخل الكهف، واكيد ان صانعها نفس الشخص. وفي الوقت السابق لقيت جثة لم يتبقى منها إلا بقايا روح داخل الكهف، وقال وقتها إن أسلاف الجيد الأسود هم اللي بنوا الكهف. وإن كان ده صحيح فإن تقنية هذه الامرأة شريرة جدا، ولم يقتصر الأمر على صقل الروح بل أيضا امتصاصها، وختمت الروح بالين، حتى إنها استخدمت ختم تخثر الدم لسجنه. وكم هي متوحشة. وعلى رأي اللي قال من الأفضل الإساءة للملك بدلا من الإساءة إلى الامرأة، لأنك إذا أسأت إلى الملك فبالكتير أوي هتتعاقب وهتموت موتة نظيفة، ولكن إذا أسأت إلى امرأة فلا هتسيبك تعيش ولا هتخليك تموت. وبيستمر بطلنا في التفكير، وفجأة بتظهر هالة على الكريستالة وبتنكسر، وبيظهر شيء شبه الدم. وبيقول بطلنا إن ده هو روح الدم، والروح الموجودة في الختم هي نفس الروح، وده معناه إنها لم تختم شخص بالداخل ولكنها ختمت نفسها، وإن ده شيء غريب جدا ولم يحدث من قبل، وفقط مين هيعمل كده ويكون بختم جزء من روحها، وإنها أكيد في حاجة غلط في دماغها. وهل يمكن أنها تريد أن تولد مرة أخرى؟ ودماغ بطنها ضربت خالص ومحدش فاهم حاجة، ومفيش حل غير إنه يروح لذلك الراهب يمكن ياخد أي معلومة منه. وبيريح بطنها دماغه شوية. وفي الليل بيروح لعند الراهب ولكنه بيفضل عدم إزعاجه، ولكن بيشوفه الراهب وبيسأله عن حاله. بيقول له كالمعتاد وانت اخبارك ايه وهل تتعافى بشكل افضل؟ بس بيقول له اولا ما عنديش جسم مادي، ثانيا ما عنديش روح روحية، واخيرا ما عنديش وعي، وعشان كده ما اقدرش اقول اني كويس. واخر مرة قابلتني فيها سألتني عن الحياة، وهل انت هنا لاجلها مرة اخرى؟ بيقول له نوعا ما. بيقول له وده معناه انك شفت السبب والنتيجة الاولى؟ بيقول له ايوه ولكني لم ابحث عنه. بيقول له ليه؟ بيقول له ايه فايدة البحث مادام هيحصل السبب والنتيجة بشكل طبيعي؟ مش ده اللي انت قلته من قبل؟ بيقول له الراهب بما انك شفت السبب والنتيجة لماذا اتيت؟ بيقول له ان بيحصل معاه حاجات غريبة. بيقول له الراهب لو كان الامر كده هل كان لديك اي ضغينة ضد حياتك السابقة؟ بيقول له ليس لدي اي اهتمام بحياتي السابقة، والماضي هو ماضي، ورغم كده اشعر دائما ببعض الغرابة. والمرة الاولى اللي فقدت فيها نفسي كانت بسبب اخ، وساعتها قتلت المئات من الارواح، ده لو ما كانش الالاف، وتسبب ذلك في خسارة نفسي، واجبرت على السكوت في طريق الشيطان. والمرة التانية كانت بسبب واحدة ست وعملت المستحيل لاجلها. والمرة التالتة لاني شفت عينيها ولكني لم اراها بوضوح، ولكن بطريقة ما سقطت في طريق الشيطان بالفعل. وده جزء بسيط من الاشياء الغريبة اللي بتحدث معي، ولسه في اشياء تربطني بحياتي السابقة ولا استطيع التفكير في سبب اخر. بيقول له الراهب وعشان كده انت عايز تستغل الفرصة ومعرفة ما حدث في حياتك السابقة؟ بيقول له نوعا ما. بيقول له في بعض الاحيان قد لا يكون السبب والنتيجة هي نفسها اللي انت عايزها، وعدم المعرفة ليس بالضرورة شيئا سيئا. والخلاصة يا صديقي لا تجري الرياح فيما لا تشتهي السفن. بيقول له شيان تمام فهمت، وهكلمك تاني لما اشعر بذلك. وفي اليوم التاني بيروح في كول عند شيان وبيقولوا ان في فوضى في الخارج، وبيقولوا انك قتلت يولونج وجوشن من طائفة ليندو، وكمان تشين وانلي من طائفة الجليد الاسود، وايضا مولونج فاي من التحالف الجيوهو. والان طائفة ليندو والجليد الاسود وطائفة الاتحاد الجيوهو بيدوروا عليك. بيقول له شيان وايه اخبار طائفة يونيشيا؟
بيقول له إن السيد أغلق بوابة الطائفة وختم بوابة الجبل، وقال أنا أولئك الأشخاص بيضموا الكثير من الناس للبحث عنك. بس بيقول له لو كان ده صحيح فلما لم يأتوا لهنا؟ بيقول له حاليا لم يفعلوا، ولكن حتى لو فعلوا فلن يجرؤوا على العبث هنا. بيقول له في سبب لده. بيقول له إن ملك هذا القصر لديه سمعة عالية، ومش كده وبس، وكمان خلفيته ضخمة أيضا، وده هو قصر تشيزيتو، وحتى الطوائف الكبرى تعطي بعض الوجه له. بيقول له تشيزيتو ومن هم؟ بيقول له إن ده هو الاسم المستعار للملك. وهنا شيان بيقول لنفسه تشيزيتو والملك، هل يتحدث عني؟ ولكني مش فاكر امتلاكي لقب زي ده. وبيسأل في قوة عن الملك اللي بيتكلم عنه. بيقول له عن الملك القوي في العصور القديمة والشيطان العنيف، وهو الملك تشيك سياو. وفي العالم ده فقد هذا العجوز هو الوحيد المؤهل لحمل هذا اللقب، وهو لقب الملك. بس بيقول له ولكن امتى بنى هذا القصر وما علاقته بالملك؟ بيقول له ان تشيزيتو هو لقب الملك، وقاموا بعمل تجاري بهذا الاسم في الاقليم الشمالي الغربي، ولكن طالما لديهم هذا الاسم فهيتم ادارتهم من قبل سيد الماء، وهو اللورد شوي، وهو لورد الاقليم الشمالي الغربي، ويعرف ايضا باسم ملك الشمال الغربي. بيقول له شيان هو ما علاقته بالملك. يا عم انت زهقت بطلنا وزهقتني وزهقت المشاهدين، ونرجع لموضوعنا. وبيقول له فيكو في النهاية يا سيدي هل عرفت مين هو تشيك سياو؟ بيقول له نوعا ما. بيقول له بما انك تعرفه فاكيد انت عارف تاريخه العظيم، رجل واحد وشيخان وثلاث طوائف وستة داو وتسع ابطال و18 من رجاله فقط يمكنهم اخضاع الجوانب الاربعة، وايضا يعرف بالاسلوب 36 يين واليانج، وكمان بيتحكم في 72 منطقة. بيقول له شيان مين اللي قال الكلام ده؟ بيقول له ان الجميع عارف بده، وده اللي بتقوله الشائعات. وبيقول له شيان ايه علاقة الشائعات باللورد شوي؟ بيقول له ان اللورد شوي كان واحد من اللي سيطروا على 72 منطقة مع الملك تشيك سياو وسيد الماء. مع العلم يا صديقي ان الملك هو بطلنا، وكان اسمه في حياته السابقة تيان لانج، وزي ما احنا عارفين ان بطلنا ليه اسمين في الحاضر، وهو شيان وكوتشينج. وحبيت افكرك عشان تفهم الاحداث. بيقول له شيان هو سيد الماء هل هو طويل القامة وبشرته داكنة ولقبه كلبان، واعتاد دائما ان يكون قاطع طرق وحرامي، وكان يفعل هذا النوع من الاشياء الغير قانونية؟ وهنا بيترعب في كوي وبيقول له سيدي يمكنك ان تقول هذا الكلام امامي ولكن لا تقوله في الخارج، وعارف انك قوي ولكنه قوي جدا، وكمان هو سيطر على العالم مع الملك. وهنا بيضحك شيان وبيقول لنفسه انا حقا لا يمكنني نعت رجل اعتدى على نهب المنازل بزعيم الاقاليم الشمال الغربيه. وبيقول له اذا هل هو اللي بنى القصر؟ بيقول له ايوه، ولكن العجوز لين هو اللي بيدير هذا المكان، ولكنه الان في عزله ونادرا ما يتدخل في شؤون هذا القصر، والان المسؤول هو تلميذه واسمه اويانج هاي، واخته هي اويانج فيو. وهنا بيقول لنفسه يا لها من عائله مثيره للاهتمام. وبيقول له سمعت انه والد اويانج يي، ولكن بيقول له انه زي عمها التاني، ووالدها هو رئيس العشيره وهي عشيره اويانج، ولكنه ليس والدها الحقيقي، وسمعت انه تبناها ولكن لا تربطهم صله دم. بيقول له اذا الامر كذلك. وهنا بيفتكر ذكريات طفولته، وبيقول لنفسه ان مرت سنين وتسأل كيف حالهم الان، ولكن لننسى الامر وسأترك القدر هو اللي يقرر، وخلينا نكتشف الكرمة الخاصة بيه اولا. وخليك فاكر يا صديقي عن الكرمة لانه قدام هنعرف التفاصيل. وهنا بيسأل فوكوي ان كان عارف اي اخبار عن الكهوف الستة الاخرى، وكمان سمعت اشخاص داخل القصر بيتكلموا عنهم من يومين. بيقول له انه سمع ان في ناس كتير ماتوا، وكمان تم القضاء على بعض الطوائف، ويبدو انهم بيحاولوا انتزاع عين الكهف، وسمعت ان بذرة الين في عين المركزية لكل كهف. بيقول له شيان هل تعرف من حصل على البذور الين تلك؟ وهنا بيقول لنفسه ان لم اكن مخطئا فلابد ان في بذور الين عظيمة في تلك الكهوف السبعة مع روح تلك الامرأة المختومة بالداخل. وبيقول له فيكوي سمعت ان اول بذرة كبيرة تم اخذها بواسطة الخليفة الجديد لطائفة الجليد الاسود وهي لين جان كيو. وبيقول له سمعت انها فتاة غامضة جدا، والمرأة التي ختمت روحها داخل الكهوف السبعة وختم الدم وربما تكون مورثة بالدم، وربما تنبأت ان خليفتها من سلالة الدم قد استيقظت، واتساءل لو كانت هي لينج. وبيسألوا شيان مين تاني حصل على البذور. بيقولوا ان في شائعات كتيرة حول الامر، ولكن من الصعب التفريق بين الحقيقة والشائع، ولكن سمعت من واحد ان سيدي معاه واحدة ايضا من تلك البذور. بيقول له شيان حقا؟ بيقول له ايوه يا سيدي، وكمان واحدة من تلك البذور هيتم عرضها في المزاد العلني بعد يومين في قصر الجبل. وسمعت ان طائفة بيون تم تدميرها، وعشان كده اللي معاه البذرة خائف فقرر تسليمها الى المزاد في الجبل، وده كان مجرد تخمين. وحاليا قصر تشيكساو هو الآمن في المنطقة.
وهنا بيفكر شيان في الأمر، والأمر أصبح معقد جدا وبيقرر الذهاب للمزاد. وهنا بيسأل فيكوي عن ميعاد حفل الخلافة لطائفة الجليد الأسود. بيقوله فيكوي بعد نص شهر. بيقوله شيان كويس، هنفضل هنا كام يوم لحضور المزاد وبعدها ننطلق على طائفة الجليد فورا. وبيسأله فيكوي عن المدة. بيقوله شيان ليه؟ بيقوله المكان هنا مكلف جدا وانا حرفيا فلست لدرجة اني بعت كل اشيائي الثمينة وكمان بعت سيفي التذكاري. وهنا بيتفاجئ شيان من ده وبيقول لنفسه ان الراجل فلس على الاخر. وبيقول لفيكوي هو مصدوم، انت بعت سيفك التذكاري اللي حافظت عليه لسنين. وبيقول له فيكوي ومش كده وبس، وكمان اضطريت لبيع 20,000 حجر روحي اخر لانه لم يكن كافيا. وهنا بيقول له شيان بكل غضب 20,000 حجر روحي عشان بس قعدنا يومين، أليس هذا أكثر من لازم؟ وهل هذه سرقة في وضوح النهار؟ وبيقول له فيكوي بكل يأس، وبعد كل هذا لا نعيش في أغلى جزء في القاصر، وهذه هي المنطقة للطبقة المتوسطة، ويمكنك القول إنها ليست باهظة الثمن ولكنها ليست رخيصة أيضا، وإنها فقط بضعة آلاف في الليلة. والمشكلة الرئيسية هي أن الفواكه والأطعمة اللذيذة غالية جدا. وهنا بيقول له شيان بكل يأس، بعد الكارثة يتعافى كل شيء، ولم يعرف الجميع كيف يتدربوا بجد، وهؤلاء الناس بالتأكيد يعرفون كيف يعيشون حياتهم. ومن أجل السماح لي أن أكل جيدا وأشرب جيدا لقد عانيت يا فيكوي. وبس كده يا صديقي، وبكده وصلنا لنهاية الجزء ده، وانتظر الجزء القادم بأحداث مدمرة. ولا تنسى دعمنا باللايك والاشتراك في القناة، وأهم حاجة لا تنسى الصلاة على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. وشكرا على المشاهدة وفي رعاية الله.